عايز تبوظ كتفك اعمل التمرينه دي، شولدر شراج. التمرينه دي بتبوظ توازن العضل حوالين الكتف وبتعمل اختناق داخلي في الكتف. نعمل حاجه اسمها اوفر هيد شراج، انك ترفع ايدك لفوق وتعمل شراجنج كانك بتلمس السقف بكيبلز او باوزان. هنا انت حطيت اللوح الكتف في وضع بعيد عن الاختناق فما بيضغطش على الوتر وبالتالي ما بيعملش التهابات. انا بحترم العلم والعلماء جدا جدا، بس للاسف الكلام ده كله غلط. الدمبل شراجنج او الباربل شراجنج ما فيهوش اي حاجه غلط خالص، بناء على الابحاث، بناء عن تجارب شخصيه، بناء على المحترفين، بناء عن بتوع الفتنس، بناء على اي حد دخل جيم ولعب شراجنج. ما فيهوش اي حاجه غلط، ما فيهوش اي اضرار، ما فيهوش اي اصابات. يمكن الاصابات اللي كانت بتيجي منه لناس بتزود الوزن فوق طاقتها، فبيحصل مثلا انفصال في الاوتار، او بيحصل اصابه في الرقبه او في الترابيزيس نفسها او في الكتف بسبب الغشوميه، او ان الشخص مش بيعمل التمرين بصوره صحيحه. ودي ممكن تحصل في اي تمرين تاني مش بس الشراجنج. انما الدمبل شراجنج او الباربل شراجنج، اي حاجه فيها شراجنج عامه، معروفه من اول ما ثقافه الجيم دخلت علينا كبني ادمين لحد النهارده. ما فيهاش اي حاجه غلط نهائي، حتى من الناحيه العلميه ما فيش اي بحث يقول ان ليها اضرار او تجارب جوه ابحاث او اي حاجه تقول ان الشراجنج العادي بيعمل اختناق في الاوتار او في الكتاف، او ما فيش الكلام ده خالص. هنيجي بقى للاوفر هيد شراجنج. الاوفر هيد شراجنج مش ايديال، يعني مش حاجه انت عايز تلعبها كواحد داخل الجيم عشان تبني عضلات، علشان انت اصلا وانت في الوضعيه دي انت ما فيش اصلا رينج اوف موشن. انت ممكن تعمل الوضعيه دي وانت متعلق على العقله، في انك وانت متعلق بتشد وزن جسمك لفوق وبتنزل، وده مقتصر على وزن جسمك فقط، زي اي لعبه كاليستانكس هي مقتصره على وزن الجسم فقط. انما ما ينفعش ان انا امسك بار واعمل كده والعب شارج اوفر هيد، مش هتيجي معايا ومش هتشغل العضله كويس، ومش هيبقى فيه ستريتش او استطاله للعضله كويس. زي ما احنا عارفين ان الاستطاله هي اهم عنصر في التمرين، عشان ده اللي بيحصل فيه تفكك للفايبرز بتاعت العضله، تفكك في الياف العضله، وده بيساعد العضله على انها يحصل لها استشفاء وتكبر بعد كده. الاوفر هيد شراجنج ممكن ينفع لبتوع الكاليستانكس او بتوع الناس اللي هم بيلعبوا بوزن جسمهم، انما كواحد داخل جيم يبني عضلات بجد، يمسك بار ويرفعه ويعمل اوفر هيد شراجنج او دمبل او سميث، مش هينفع ومالوش منفعه قوي في الهايبرتروفي او في زياده العضلات. انا زي ما قلت بحترم العلماء وبحترم الناس اللي بتدرس كويس جدا، بس للاسف الدكاتره مش الناس المؤهله ان هم يتكلموا عن التمارين وعن ازاي تتمرن وعن ازاي تبني عضلات، خصوصا ان هم بيدرسوا حاجات معينه، وخصوصا ان هم ما عندهمش تجارب شخصيه. فانا انصحك لو حابب تاخد نصيحه خدها من حد في المجال، ما تاخدهاش من دكتور، الا بقى لو انت عندك اصابه وعندك حاجه في جسمك، ساعتها ممكن تروح لدكتور ان هو يعالجها لك. انما ما تاخدش نصيحه في التمرين بالدكتور، وما تاخدش نصيحه في الدايت من دكتور تغذيه.